لو بتمري بفترة صعبة الفيديو ده ليكي. حاسة انك مضغوطة وتعبانة نفسيا ونفسك تخرجي من الحالة دي ومش عارفة تعملي ايه. في الفيديو ده بإذن الله هقولك ازاي تعدي الفترات الصعبة، ازاي تخرجي من الحالة الصعبة اللي انتي حاسة بيها وتخرجي من الدوامة اللي انتي حاسة بيها ومش عارفة تعملي ايه. والكلام اللي انا هقولهولك في الفيديو النهاردة من تجربة شخصية. أول حاجة محتاجة تعرفيها علشان تعدي الفترات الصعبة هي إن الفترات الصعبة طبيعية، شيء طبيعي إنك تمري بفترة صعبة، شيء طبيعي إن يحصلك حاجة تضايقك أو تأثر على نفسيتك، دي حاجة طبيعية مش ضعف منك. والطبيعي في الحياة إن أوقات هنكون مبسوطين وحاسين إن احنا سعداء، وأوقات تانية هنكون حاسين إن احنا متضايقين ومضغوطين ومش عارفين نعمل ايه ونفسيتنا مأثرة علينا، فده طبيعي. فاللي أنا محتاجاه منك أول خطوة هي إنك تتقبلي إن الفترة اللي انت فيها دي فترة طبيعية جدا، وطبيعي إن انت تحسي باللي انت حاسة بيه دلوقتي. تاني حاجة تعمليها علشان تعدي الفترات الصعبة وتطلعي من الفترة اللي انت فيها هي انك تسمحي لنفسك تحسي بالاحاسيس اللي انت حاساها دلوقتي. لو حاسة انك مضغوطة، حزينة، متضايقة، مش قادرة تقومي تعملي حاجة، ايا كان الاحساس اللي انت حاساه اسمحي لنفسك انك تحسيه وما تنكريش المشاعر اللي انت حاساها وما تكبتيهاش. عبري عن الشعور اللي انت حاساه، خدي وقت مع نفسك، اقعدي واتكلمي مع نفسك او اكتبي وطلعي كل اللي جواكي، قولي انت حاسة بايه بالظبط. خدي وقتك في الكلام او في الكتابة، ما تستعجليش على حاجة، اكتبي كل حاجة انت حاسة بيها. حاسة انك حزينة، متضايقة، حد ضايقك، حد ضغط عليكي، ايا كان الشعور اللي انت حاسة بيه خدي وقتك اكتبيه بالراحة، مفيش حد بيجري وراكي. خدي وقتك خالص وعبري عن كل المشاعر، دي نقطة مهمة جدا وبجد هتساعدك تطلعي من الإحساس اللي انت حاساه. فما تستهونيش بالنقطة دي واعمليها مهما كنت حاسة انها صعبة عليكي. حاولي تغصبي على نفسك واعمليها بالراحة علشان تقدري تطلعي من الحالة اللي انت فيها، لان الحالة اللي انت فيها هي عبارة عن مشاعر، فلو طلعتي المشاعر اللي جواكي هتساعدك بإذن الله انك تطلعي من الحالة اللي انت فيها. وتالت حاجة تعمليها علشان تطلعي من الضغط اللي انت فيه او من الفترة الصعبة اللي انت فيها وهي انك تحسني الظن بالله. يكون عندك حسن ظن بالله ان الفترة اللي انت فيها دي فترة وهتعدي، هتاخد معاكي وقت وهتعدي. الاحساس اللي انت حاساه دلوقتي مش دايم، مش هيفضل معاكي على طول. افتكري فترة كنت متضايقة فيها قبل كده هتلاقيها عدت، وقتها كنت حاسة ان الوقت ده مش هيعدي، لكن عدت. المشكلة اللي كنت فيها قبل كده او الحالة النفسية الوحشة اللي كنت فيها قبل كده عدت وبعدها بقيتي مبسوطة، فالوقت ده كمان هيعدي وهتبقي بعده ان شاء الله مبسوطة. فخلي عندك حسن ظن بالله ان الوقت ده هيعدي. الامل ده وحسن الظن بالله هيساعدك انك تعدي الفترة اللي انت فيها بشكل اسهل. رابع حاجة تعمليها علشان تعدي الفترات الصعبة وهي انك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى. تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، تدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يخرجك من الحالة اللي انت فيها، وتفضفضي لربنا سبحانه وتعالى بكل اللي قلبك حاسس بيه. ربنا سبحانه وتعالى هو القوي، ربنا سبحانه وتعالى قوي، استمدي القوة من ربنا سبحانه وتعالى. انت ضعيفة، كلمي ربنا سبحانه وتعالى، قوليله يا رب انا ضعيفة قويني، يا رب انا حزينة طلع اللي في قلبي. احكي لربنا سبحانه وتعالى واشتكيله من كل حاجة وجعاكي، كل حد ضايقك اشتكيله لربنا سبحانه وتعالى، كل حاجة وجعاكي احكي لربنا سبحانه وتعالى
واطلبي من ربنا انه يقويكي وانه يهديكي وانه يطلعك من الحالة الصعبة اللي انت فيها. وقربي من ربنا سبحانه وتعالى بالشكل اللي تقدري عليه، انك تدعي، انك تفضفضي، انك تتدبري القرآن. قربي من ربنا سبحانه وتعالى واعرفي اسماء الله الحسنى وصفاته. اعرفي يعني ايه ربنا الرحمن، يعني ايه ربنا القدوس، يعني ايه ربنا الرحيم، يعني ايه ربنا السلام. واعرفي ان مفيش حاجة بتحصل لك غير لحكمة، فالوقت الصعب اللي انت فيه دلوقتي هو الحكمة من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك درس من الموقف الصعب اللي انت فيه. خامس حاجة تعمليها علشان تطلعي من الفترة الصعبة اللي انت فيها، وهي انك تشكري ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي في حياتك. ركزي على الحلو اللي في حياتك وبطلي تركزي على الحاجة اللي مضايقاكي. خلاص انت عبرتي عن مشاعرك وطلعتي المشاعر اللي جواكي وما كبتيهاش. بعد ما تعملي الخطوة دي اشكري ربنا سبحانه وتعالى على الحلو اللي في حياتك. ابتدي بصي على الحاجة الحلوة اللي في حياتك. حاجة مضايقاكي تمام، مش هننكرها وهنعبر عنها، بس في نفس الوقت بصي للجانب الحلو اللي في حياتك. شوفي النعم اللي في حياتك. انت دلوقتي عندك نت فقادرة تسمعيني. انت دلوقتي عندك نعمة ان في حد بيذكرك او بيعرفك او بياخد بايدك انك تطلعي من الحالة اللي انت فيها، فدي نعمة. اشكري ربنا سبحانه وتعالى عليها. اشكري ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الصحة، على ان صحتك كويسة، على انك بتشوفي، على انك بتسمعي، على ان الناس اللي انت بتحبيهم حواليكي. في نعم كتير تقدري تشكري ربنا سبحانه وتعالى عليها. فركزي على الحلو اللي في حياتك. الفترات الصعبة والنفسية والحالة الصعبة اللي بنبقى حاسين بيها بتساعدنا ان احنا نبص على الناقص في حياتنا، فده بيزود علينا صعوبة الموقف. فلما تبصي على الحاجات الحلوة اللي في حياتك ده هيساعدك ان نفسيتك تبقى احسن، فتطلعي من الحالة اللي انت فيها. وخطوة كمان تساعدك انك تطلعي من الحالة اللي انت فيها، انك تاخدي الوقت ده فرصة ليكي للتغيير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اللي حصل ده اكيد حصل لسبب، فحاولي تقعدي تراجعي الموقف بعد ما تكوني هديتي. اقعدي راجعي الموقف وشوفي اللي حصل ده حصل ليه، ايه الغلط اللي انت عملتيه حتى لو بسيط ادى ان الموقف ده يحصل. مش عشان تجلدي نفسك، لا، عشان تراجعي نفسك وتحاسبيها بشكل بسيط وتشوفي ايه اللي في ايدك تقدري تغيريه، بالتالي تساعدي نفسك ان حياتك تبقى احسن. الموقف اللي ضايقك او الموقف اللي حصل بسببه انتي حاسة المشاعر الوحشة دي دلوقتي حصل لسبب، فحاولي تشوفي ايه اللي تقدري تعمليه يساعدك انك تغيري حياتك للأحسن ولو بخطوة واحدة بس. فحاولي تعرفي الدرس او الحكمة من الموقف اللي انت فيه دلوقتي علشان تعرفي تغيري حياتك للأحسن. واخر نقطة تساعدك انك تطلعي من الفترات الصعبة، وهي انك تدي لنفسك وقت تهدي فيه وتفصلي فيه دماغك وتشحني فيه طاقتك. لما تكون نفسيتك تعبانة بلاش تعملي مسؤوليات كتير، اعملي المطلوب منك بس، اعملي اولوياتك. مش لازم تطلبي من نفسك في الوقت ده ان انت تعملي كل حاجة، لا، ما تعمليش كل حاجة. شوفي ايه اللي مش مطلوب منك او اللي مش ضروري، مش مهم انه يتعمل، ما تعملهوش في الفترة دي. هدي اعصابك، شوفي ايه الحاجات اللي انت بتحبيها واعمليها. رجعي لنفسك الهوايات اللي انت بتحبيها علشان نفسيتك تهدى وروحك تبقى احسن. لو بتحبي القراءة اقرأي، بتحبي التلوين لوني، بتحبي تخرجي تتمشي شوية اخرجي تمشي. شوفي ايه اللي في استطاعتك تعمليه واعمليه، حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو هتعملي لنفسك كوباية قهوة انت بتحبيها. اهم حاجة ان انت تدي لنفسك وقت لنفسك انت وبس، بعيدا عن اي حد. الوقت ده لنفسك تعملي فيه الحاجة اللي انت بتحبيها، حتى لو الحاجة اللي انت بتحبيها بقالك فترة كبيرة مش بتعمليها، ده وقت مناسب انك تعمليها. وما تستصعبيش الخطوة، مش لازم
تقولي لنفسك انا هعمل حاجة صعبة وتلاقي نفسك مش عارفة تعمليها. سهليها على نفسك، حتى لو زي ما قلتلك كوباية قهوة بس. شوفي ايه المناسب ليكي، ايه اللي تحت ايدك دلوقتي تقدري تعمليه يهديكي ويطلعك من الحالة الصعبة اللي انت فيها، اعمليها. والخطوات اللي انا قلتلك عليها مش لازم تعمليهم كلهم مرة واحدة. ابتدي بخطوة خطوة، خطوة بسيطة. لما تحسي ان انت قادرة تدخلي على الخطوة اللي بعدها اعملي كده. واهم حاجة ما تضغطيش على نفسك. واتمنى الفيديو يكون عجبك وفادك، واستنيني في الفيديو اللي جاي. ولو عندك اي افكار لفيديوهات عايزاني اكلمك عنها اكتبيلي في الكومنتات. ولو لسه مش مشتركة في القناة ياريت تشتركي، هكون مبسوطة جدا بوجودك معايا.